عليكم بنات، شلونكم؟ اليوم عندنا طريقة عمل كليجة بالتمر وكليجة من البقراش بأسهل المكونات وعلى طريقة أمي. تابعوا الفيديو. خليت كيلو واحد طحين، وبالأكواب يطلع لكم 7 أكواب طحين، معلقة صغيرة خميرة، معلقة صغيرة ملح، نص كوب حليب بودر، معلقة كبيرة هيل مطحون. كاميرا ما مصورة عندي، تخلون معلقة كبيرة كزبرة، معلقة كبيرة كوم باودر، ومعلقة كبيرة فانيليا. تجيبون 3 زبدات وتموعونهن وتضيفوهن على المكونات الجافة وتبدون تعجنون بيهن. تظلون تعجنون بيها لما يطلع عندكم هذا القوام، وتخلون نص كوب ماي بالتدريج، وتظلون تعجنون لما يطلع عليكم هذا القوام اللي يخبل ويجنن. خلوها تستراح بالفريزر لمدة 10 دقائق. هسه نسوي حشوة الكليجة: نص كوب بقراش، نص كوب شكر، ونص كوب سمسم، ونخلي معلقة صغيرة فانيليا للنكهة، ونخلي ربع كوب ماي تدريجيا ما يطلع عندنا القوام اللي يخبل ويجنن. هسه نسوي الحشوة الثانية: معلقة كبيرة هيل، وزبدة، نص زبدة، تمر الشي الأساسي، ونحرك بيه على نار هادية لما يطلع هذا القوام ويانا اللي يخبل واللي يجنن. بعد 10 دقايق نطلعها من الفريزر ونبدأ نسوي الأشكال اللي تعجبنا. سوينا هاي الاشكال التخبل. انتم اذا حابين سووا اي شكل، انا وامي سوينا هاي الاشكال. هسه امي جاي تدهنهن بالبيض والفانيليا حتى يطلع ويانا الشكل حلو. خليتهم بالاوفن لمدة 30 دقيقة من جوا، ومن فوق 20 دقيقة حسب الاوفن عندكم. طلع ويانا هاي الشكل، يخبل الشكل والطعم خرافي. جربوا وصفة امي بالكليجة، تخبل تجنن، الطريقة تجنن، الوصفة ادمان. وصلنا لنهاية الفيديو، ولا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس التنبيهات حتى يوصلكم كل ما هو جديد من قناة نور العين. سلام يا أحلى متابعة.